وكل ده ولسه بدأش في شغل الفرندا الخارجية، وهي اللي هتدي للبيت روح. عملوا خطوط مستقيمة على الأرض، والهدف منها تحديد أماكن الأعمدة بالظبط عشان لما يركبوا السقف يبقى ماشي زي المسطرة. ابتدوا الشغل على القواعد اللي هيركبوا فيها الأعمدة، والقواعد دي معمولة من الحديد وجاهزة تستحمل الأوزان التقيلة. رشوها باللون الأسود عشان تبقى لايقة أكتر مع شكل الحيطان والديكور. بعد كده مسك الشنيور وبدأ يحفر لهم في الخرسانة، وصندوق الشنيور اتملى تراب من الخرسانة وفضاه من التراب وكمل، وبيثبت كل واحدة في مكانها باستخدام مسمار ضخم. ركبوا القواعد كلها حوالين المكان وطلعوا ميزان الليزر، وابتدوا يظبطوا الارتفاعات عشان كل عمود يركب في نفس المستوى بالظبط. والأرض ما كانتش مستوية، فلازم كل عمود يتقطع على حسب مكانه عشان السقف كله يبقى على مستوى واحد بالملي. رجعوا الورشة وهيقطعوا الأعمدة على المقاسات اللي رفعوها. جاب المنشار الكهرباء اللي بيشتغل بسلسلة وبدأ يفرغ جزء في العمود من فوق عشان يعرف يركب عليه الخشب اللي هيشيل السقف، وده هيخليه ثابت وآمن أكتر. ركبوا العواميد في مكانها وباقي بس أساسات السقف. ولما جم يركبوا العارضة الكبيرة اللي هتشيل السقف كله، كان عايز يعرف هل في خشب ورا الألواح اللي مغطية المبنى ولا لأ. فقطع مستطيل في اللوح الخارجي وشال العزل اللي وراه، وبص ولقى ان مفيش حاجه العارضه تمسك فيها، فضاف دعامه خشب ورا عشان المسامير تمسك فيها كويس. ولما خلص رجع كل حاجه مكانها تاني، وثبت حامل معدن في الحيطه وركب فيه العارضه الضخمه. والونش وصل وبداوا يرفعوا جمالونات السقف وركبوهم في مكانهم، والمسافه بين كل واحده والتانيه كانت نص متر. وركبوا عروق خشب عليهم بالعرض، وغطوا السقف من فوق بنفس الالواح اللي استخدموها في الجدران. وكملوا تركيب الأعمدة في مكانها وعملوا أساسات للسقف، وركبوا العوارض هنا بشكل مختلف، كانت جاية بميل من أول الجدار لحد أساسات السقف. ركب اللوح الخشب الخارجي اللي بيلف حوالين السقف من فوق، ولما وصل للزوايا المايلة عمل شوية حسابات عشان يظبط الزوايا والميل بتاعها، وبدأ يقطع اللوح والقطعية طلعت مظبوطة جدا. وبعدين ركبه في مكانه، والموقع كان فيه شوية تحديات بسبب المطر والتلج، وده صعب حركة المعدات خصوصا الرافعة الكهربائية، فاضطروا يكملوا شغل كتير يدوي. بس بالرغم من كده الشغل مش تمام، وغطوا الجزء اللي باقي من السقف لحد ما خلص كله. وده شكل البيت بعد ما السقف خلص، وشكله تحفة الصراحة.